السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس من دروس الديناميك كومبوننت. وتقريبا احنا في الدرس الثالث أو في الدرس الثاني. عملنا الدرس اللي فات الجنب اللي احنا قلنا هن... هنشتغل منه بعد كده باقي الوحدات بتاعتنا. فيلا بينا نبدأ على طول عشان خاطر يبقى وقت الحلقة أو وقت الدرس قصير ويكون فيه أكبر قدر من المعلومات. هن... هنعمل import هنا للجنب. import side import كده. ده الجنب اللي احنا عملناه. ده كده الاتريبيوتس بتاعت الجنب. هنا على الأحمر على محور الإكس التخانة 1 و8 اللي هو تخانة الكونتر، وعلى محور الواي 60 اللي هو عمق الجنب، ومحور الزد الأزرق اللي هو الارتفاع بتاع الجنب. طيب آه هاجي طبعا احنا عاملين فيه مفهر عشان خاطر آه نعمل الظهر بتاع الوحدة بمفهار، فده الجنب اللي احنا هنشتغل منه كل الوحدات. طيب هنيجي هنا عشان خاطر نشتغل بطريقة سليمة. لما هنيجي هنضغط، طبعا احنا عارفين ان دي الايقونة بتاعة الديناميك اللي هم الثلاث ايقونات دول. احنا اشتغلنا على الايقونة دي، هنشتغل النهاردة ان شاء الله على الايقونة بتاعة كومبوننت اوبشن اللي هي في النص. هنضغط على الايقونة دي كده، هنلاقيها ما بتقوليش اي بيانات، مش مفعل فيها اي حاجة. طب هتشتغل ازاي؟ هاجي هنا على لين الزد اللي هو الارتفاع، هضغط عليها كده هتظهر لي القايمة ديتيلز اللي في اليمين دي. هكليك عليها عشان يظهر لي حاجة اسمها units وديسبلاي رولز. هضغط على ديسبلاي رولز، هلاقي فيها 3 اختيارات، سي وإيديت وسيلكت اللي هم ال3 كلمات اللي في النص دول، سي وإيديت وسيلكت. هختار منها إيديت كده، وهسمي ده كده ارتفاع. ارتفاع عربي، ارتفاع، وادوس ابلاي، واقول هنا هاجي هنا الاول ادوس هنا دي سنتيمترز وادوس ابلاي. هبص هنا في الكومبوننت اوبشن، هلاقي ظهر لي حاجه اسمها الارتفاع بيساوي 80 سم. هغير الارتفاع ده اخليه مثلا متر كده، هلاقي الجنب بيطول معايا يبقى متر. 80 هيبقى 80. طيب دلوقتي الوحده اللي احنا بنعملها للمطبخ بتبقى عباره عن آه نعمل خط كده على محور الاكس، على محور الزد كده. ارتفاع الوحدة الستاندر لتحت، الوحدة السفلية بتاعة المطبخ بتبقى مثلا كلها 90 سنتي بالرخامة. فأنا هكتب 90 كده. ال90 دي بتبقى، أنا دلوقتي الجنب، عايز أطلع الجنب بتاع الوحدة كام بالظبط كده. طيب في عندنا تحت هنا كده 10 سنتي وزرة، وبعدين عندنا آه، تخانة 10 سنتي، وبعد كده بعد ال10 سنتي في 1 و8 تخانة القاعدة بتاعة الوحدة اللي هي 1 و8 كده. ومن فوق عندنا 2 سنتي رخام، 2 سنتي، 2 سنتي كده رخام. وبعد ال2 سنتي في 18 ملي برضو آه التوب بتاعة الوحدة أو القرصة اللي فوق بتاعة الوحدة اللي هي
18 مللي. اصبح كده عندنا الجنب بتاعنا عايزين طوله يبقى كام؟ 74 و4. 74 و4. طيب انا كده هاخد دول خليهم ورا عشان اعرف اشتغل عليهم بالظبط كده. هجيب الجنب بتاعي اقول له انا عايز الجنب ده، خلينا ناخد منه كوبي عشان نعرف ازاي هنشتغل من جنب واحد. طيب ده كده اول حاجة هعملها هقول له ان ده ميك يونيك. بعد ما اخد كوبي من الجنب الاصلي اعمله ميك يونيك اللي هي دي، عشان خاطر التعديلات اللي اعدلها على الجنب ما تتعملش على الجنب الاساسي. فاقول له ميك يونيك كده، وهاجي اضغط عليه واقول له انا عايزه 74 و4. 74 و4 كده. ده كده بقى الجنب بتاعي. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج ان انا مثلا عايز قرصة إيه إيه 120، خليها مثلا 80 عشان تبقى ضلفتين، او متر كل ضلفة 50. هاجي برضو اخد كوبي من الجنب ده كده كده، وهخليها نايمة كده، وهعملها ميك يونيك. يبقى انا كده معايا جنب وقاعدة. اول حاجة هعملها هقفل بس دول، هقفل الوحدة دي هاخد ده كده عشان اقفل الحتة دي، عشان المفار ما يبانش من نفس الكلام هعمله الناحية التانية. مش هعمل الكلام ده كتير، هعمله مرة واحدة بس كده. ده 9 هنا، وانزل ده كده. يبقى انا قفلت المفار. هاجي بعد كده اجيب الجنب هنا احطه على القاعدة كده عشان يبقى معايا الشكل ده. تمام. هاجي بعد كده الخطوة اللي بعديها ان انا امسك الجنب ده، شكله مش محطوط مظبوط، ارفعه فوق هنا كده كده مظبوط. هاخد الجنب واعمل له ميرور على القاعدة كده هنا في النص، واقول له عشان يبقى جنب تاني منه. واخد القاعدة اعمل لها برضو ميرور على نص الجنب كده عشان يبقى معايا الوحدة بالشكل ده كده. عملنا الوحدة، فاضل فيها ان انا اعمل لها الظهر. احط هنا دايما لما تيجي تشتغل خلي دايما الاكس بتاعك، احنا لسه هنظبط الاكسات واعرفك يعني ايه تظبط الاكسات عشان خاطر الشغل يبقى ماشي مظبوط. ده كده الوحدة. هاجي هنا هعمل هايد القرصة دي كده، هايد. وهاجي امسك المسافة دي، هعمل ريكتانجل من هنا لهنا كده، واعمل بوش الجزء ده لغاية، بص هنخليه لغاية هنا بس. تمام. وبعد كده هطلع بيه من هنا
واحد وتمانية، اللي هو 9 مللي تحت و9 مللي فوق. 1 و8 كده. وهعمل له ميك كومبوننت وهسميه باك. باك اللي هو الظهر. همسك الظهر بتاعنا وهنزل بيه تحت 9 مللي كده، عشان لما اجي ابص عليه هنا كده الاقيه وصل في مكانه تحت، اللي هو ده اهو، وصل لغاية تحت هنا. بص هو وصل لغاية قاعد على القاعدة تحت كده، خلاص مظبوط. هرجع قاعدة القرصة اللي أنا عملتها عشان كده تبقى الوحدة بتاعتنا هبدأ بعد كده أربط علاقات الوحدة ببعض. أجي نشوف بس الأول هنا، لو جينا قلنا مثلا عايز دي 40 سنتي، 40 سنتي كده. إيه، في عندنا حاجات بتصغر بس في مشاكل بتحصل، يعني زي ما انت شايف كده في مشاكل بتحصل. الجنب هنا رفع، لو جيت عملتها 120 الجنب، يبقى كده احنا خلينا على 80 كده. أول حاجة بعملها باجي هنا التخانات بتاعتي لازم أثبتها بوزيشن، وأضيف لكل جزء من الوحدة أضيف له بوزيشن وسايز كده. أتأكد إن كله مضاف له البوزيشن والسايز. ظبط التخانات إزاي؟ هاجي هنا 1 و8 دي بتاعت الليفت رايت اللي هي دي، هقول له بيساوي 1 و8 كده. أنا ثبت التخانة. الرايت سايد هنا هقول له بيساوي 1 و8 كده، برضو ثبت التخانة. ال- القرصة اللي فوق، لا، القرصة اللي فوق اللين على الإكس ده، لين الإكس ده المفروض إن هو آه كده بالعرض. طب هو ليه جايب ده 1 و8؟ معنى كده إن هو مسجل دي، يبقى كده في حاجة غلط. نشوف الأكس بتاعها. اه، الأكس واخد وضع الفليب. لما أنا جيت عملت ميرور للقاعدة فوق، فهو الأكس كمان فأنا هاجي أغير. هنشوف هنا دي القاعدة الأكس بتاعها فين، برضو مش مظبوط عشان احنا واخدينها من الجنب ونايمناها. فهنشيك على كله، هنشيك على كل الأجزاء كده. change axis. الأكسس هنا لأ، لازم الأكس بتاعي يبقى هنا كده. دوس أوكي وأروح هنا أمشي مع الإكس، وبعد كده أمشي مع الواي كده الأكس بقى هنا. طيب أجي فوق change axis، برضو خلي الأكس بتاعي هنا كده. اوكي، هنا هو بيقول لي خلي بالك انت هتغير الاكس. اوكي كده، يبقى انا غيرت ده. بص على الجنب change axis. اوكي كده. هاجي على الجنب اليمين كده change axis كده. المفروض ان الاكس بتاعه يبقى هنا كده. اوكي كده كده. والرف change axis، الاكسس بتاعه هيبقى هنا
عايز الجنب بس هايد change axis كده. اوكي unhide كده. كده انا ظبطت الاكسات بتاعتي وظبطت التخانات. هرجع هاجي ابص هنا، كنا بنبص عند البوتوم اهو، التخانة بتاعت البوتوم على الزد فعلا، يعني 1.8 على الايه على الزد بيساوي 1.8 انتر. والتوب برضو على الزد تساوي 1.8. كده يبقى انا ظبطت التخانات والاكسات. الشلف عملناه بوزيشن وسايز، سايز كده. شلف التخانة بتاعته على الزد زي البوتوم والتوب بتساوي 1.8. طيب هاجي بعد كده أبدأ أغير في مقاسات الوحدة. عايزها مثلا 2 متر، فيها المشاكل دي هنا. شايفين كل المشاكل دي؟ إن شاء الله هنعرف إزاي مع بعض نعالجها. لو جينا عملناها مثلا 40 سنتي كده، برضو ظهرت مشاكل. كل المشاكل دي إن شاء الله هنعالجها. كده المفروض إن إحنا هن لما اختلف الجنب بالشكل اللي احنا شفناه ده، احنا قلنا لما نكون هنعمل جيمتين كده في حاجات كتير باظت، فهنشوف بنعالج الأمور دي ازاي. دي على 40 عشان نشوف الاختلافات. كده المفروض الرايت جنب أو الرايت سايد ده البوزيشن بتاعه على الإكس بيساوي عشان أعرفك برضو. هو هنا المفروض البوزيشن بتاعه change axis، change axis دي بص الأكس بتاعه فين هنا. المفروض هو يبقى الجنب من هنا جاي مع دي. احنا هنسيبه زي ما هو وهنقول له ان الرايت سايد بيساوي البوزيشن بتاعه بيساوي طول الوحدة، اللين اكس بتاع الوحدة اللي هو 40. برضه عشان افهمك زي ما احنا اتفقنا ان انا هفهمك ازاي احنا بنتعامل مع الامور ازاي او بنتعامل مع الديناميك ازاي، مش هحط لك ارقام وخلاص. انا كده قلت له انا عايزك تساوي طول القعدة، فهقول له انتر، فهو بيقول لي انا الاكس بتاعي هنا، فانا هبقى مع طول القعدة هنا. طيب هروح انا رادد عليه وقايل له طيب انا عايزك تبقى طول القعدة ناقص تخانة الجنب، ناقص 1.8 كده، عشان يرجع يقف على القعدة. تمام. الرف مختلف معانا، خليه واير فريم عشان نشوفه. طيب الرف اللي هو الشيل مختلف معانا فين؟ الشيل اهو، البوزيشن بتاعه على الاكس بيساوي بوزيشن الوحدة. هنعمل دي مرة واحدة عشان نبقى انت فهمت خلاص هنا انا عملت ايه. بيساوي بوزيشن الوحدة اللي هو هنا زائد تخانة الجنب، يعني بيساوي بوزيشن الوحدة أو بوزيشن القاعدة البوتوم دي زائد 1.8 اللي هو تخانة الجنب.
عشان يجي يقف على اول الجنب. طيب راح هو قال لي لا، طب انا رايح، هو طوله في الزياده بتاعته. قال لي طب انت طالما هتوقفني هنا، طب انا الزياده بتاعتي هتروح فين؟ ما اكيد هتروح الناحيه التانيه. طيب انا هقول له يبقى انا عايز طولك اللي هو اللين بتاعك الاكس بيساوي 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 طول الوحده اللين بتاع الوحده ناقص تخانة جنب كده. لا طب بس هو طوله الطبيعي ان هو هيبقى طول الوحدة. طب هيبقى هنقول له طول الوحدة ناقص 3 و6 عشان يرجع ان هو طول الوحدة ناقص تخانة الجنب يدينا المسافة اللي بين الجنبين. انا بشرح معاك الحاجة، بشرحها ببطء شوية عشان خاطر تبقى انت فاهم معايا. طيب بالنسبة كده يبقى 40 خلاص. هو كده هيبقى فاضل عندنا مشكلة في الظهر، هنخلي مثلا دي 2 متر، 2 متر كده اهي، مفيهاش أي مشكلة. عايز أشيك على الموضوع بس إن احنا لما نيجي نحركها تتغير ولا ما بتتغيرش. خلاص كده تمام، ما بتتغيرش معانا. ارفعها على الأكس بتاعي هنا بالظبط كده عشان بتسهل عليا في التحكم. بالنسبة للظهر بالنسبة للظهر اللي هو الباك، البوزيشن بتاعه على الإكس بيساوي بوزيشن القاعدة اللي هي دي البوتوم زائد 1 لأ، بيساوي زائد 9 بس، دوت 9 ملي كده هيرجع مكانه. وهنا طوله طوله لين اكس بيساوي طول الوحدة ناقص 1 و8 اللي هما التخانتين اللي احنا زودناه أو اللي احنا شلناه. يبقى نيجي نبص هنلاقي كله مظبوط تمام كده. خليها 40 سنتي. طبعا هي مش هتكبر معايا المسافة دي كلها، بس أنا بكبرها بحيث إيه لو فيها أي مشاكل تبان. هنا كده الوحدة بتاعتي مظبوطة. طيب كده المفروض الوحدة بتاعتي خلاص كده، الوحدة المفروض جاهزة إن أنا أشتغل بيها في أي حاجة. طيب في حاجة تاني نقدر برضو نزودها عشان خاطر نقدر نستفاد بالوحدة زي ما احنا عايزين. لو أنا عايز مثلا أزود الارتفاع بتاعها، احنا اتفقنا الارتفاع بتاعها الثابت 78 سنتي، ده ارتفاع الوحدة السفلية. هنعمله هنا ليست وهنقول ارتفاع الوحدة، ارتفاع الوحدة ارتفاع الوحدة وهقول له أول حاجة هخليها اللي هي 78 وهعمل منها حاجة متر، وهعمل حاجة 220 كده، وهقول له أبلاي. حاجة أدوس على الأوبشن، لو أوبشن هنا ظهر لي ارتفاع الوحدة هعملها هعملها 2 متر وأقول له أبلاي كده. شوف باظت معايا الوحدة تاني، الظهر طلع والأجناب طلعت
طيب نفس الطريقة هنعالج الأمور بنفس الطريقة. الليفت سايد اللي هو ده، احنا كده بقى هنربط على محور الزد اللي هو الارتفاع اللي هو ده. البوزيشن بتاعه على الزد هنا، الليفت سايد ده البوزيشن بتاعه على الزد بيساوي البوزيشن بتاع القاعدة اللي هي البوتوم اللي هي ثابتة مكانها ما اتحركتش، ده اللي هو 0 زائد 1.8 اللي هو تخانة القاعدة. حاجة غلط. الجنب اللي هو الليفت سايد الليفت سايد انا هنا في الطول، اسف معلش. البوزيشن بتاعه، انا اسف، البوزيشن بتاعه على الزد بيساوي بوزيشن القاعدة على الزد زائد 1.8. انتر. نزل، قعد على القاعدة. وهنعمل كده برضو للرايت سايد. على فكرة اقدر اخد دي كوبي كده، كنترول سي، واجي في الرايت سايد هنا في البوزيشن الزد واقول له كنترول في، واقول له انتر، يرجع زي ما هو زي ما كان برضو. وبالنسبة للباك هاجي في الباك اقول له بوزيشن على الزد واقول له كنترول في، بس بدل 1.8 هقول له .9 بس، واقول له تحت. تمام. طيب نشوف فوق. فوق هنمسك التوب الاول. التوب بتساوي البوزيشن بتاعها على الزد بيساوي ارتفاع الوحدة. ما تحطش ارقام، دلوقتي كده عشان تعرف هتظبط ازاي كده. ارتفاع الوحدة. طب هي ارتفاع الوحدة على فكرة كده احنا في مشكلة، معلش في مشكلة. الجنب الجنب نفسه اللي هو ما ظبطناش الارتفاع بتاع الجنب. الليفت سايد ده لن على الزد ده بيساوي ارتفاع الجنب على محور الزد بيساوي ارتفاع الوحدة ده. انتر. المفروض يساوي ارتفاع الوحدة ناقص تخانتين قرصة وقاعدة، يعني بيساوي ارتفاع الوحدة ناقص لأن هو داخل بين الاتنين، ناقص 3.6 كده، 3.6. انتر. صح كده. وبرضو كنترول سي، وهاخده في الرايت سايد ارتفاعه على يساوي كنترول في انتر كده عشان يبقى زيه. عشان كده لما هنيجي في التوب اللي هي القرصة اللي فوق، البوزيشن بتاعها بيساوي ده، بيساوي ارتفاع الوحدة ناقص آه المفروض يساوي ارتفاع الوحدة ناقص آه تخانة القاعدة، ناقص 1.8. انتر. والظهر الباك ارتفاعه لن ارتفاع الظهر بيساوي ارتفاع الوحدة ناقص 1.8 اللي هو 9 مللي تحت و9 مللي فوق. انتر. كده الوحدة مظبوطة معانا تمام.
بص، بالنسبة للبوزيشن بالنسبة لبوزيشن الرف ليها كام تريكاية كده. يعني لو انا طولت الوحدة دي وعايز الرف بتاعها إيه، اكرر العدد بتاعه ده، الكلام ده كله هنعمله في حاجة تانية. ليه خليتك نعمل الوحدة كبيرة كده؟ لان نفس الوحدة دي انا اقدر مثلا اعملها دولاب عرض 220 مثلا. لو هنا جيت هنا بالزد خليته 120 كده، هيبقى دولاب هعمل له ضلف وهعمل له آه، او اعمل له ادراج او اعمل له ايا كان او احط اطوف في النص. كل ده الكلام ده ان شاء الله نعرفه بعد كده مع بعض، بس انا عشان مش عايز ال- الدرس او المحاضرة تطول عليكم، فانا حبيت بس كده ان احنا آه، يعتبر اللي احنا قلناه ده 50% من الديناميك كومبوننت. انت تعمل كومبوننت او تعمل وحدة تقدر تتحكم في اطوالها وابعادها بالمقاسات اللي انت عايزها، بمجرد ما انت آه، ت- تحط ارقام بس. يعني انت هتقدر بعد كده ان انت تجيب الوحدة دي وتعملها دولاب مثلا. لو انا قلت له مثلا عايز ده 3 متر كده، في ارتفاع في ارتفاع 100 في ارتفاع 240 كده، ده بقى معايا دولاب اهو. هقدر ان انا اقسمه. والتقسيمات دي برضو هنتكلم عليها بعد كده، ازاي ان انا اقسم برضو عن طريق الديناميك واعمل الضلف والكلام ده كله. بس ان شاء الله يعني الكلام ده هنقول واحده واحده بحيث انت تقدر تستوعب معايا. اعتقد ان كده احنا وصلنا لمعلومات كافيه في المرحله دي. عايزك تتدرب وتعمل كتير وتحاول وتشوف لو في اخطاء حصلت معاك. بعت لي في الكومنتات وانا ان شاء الله ارد عليك واقول لك تعليق هزي. ان شاء الله اشوفكم الدرس الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.